أنا عندي كم يوم قاعد أسمع نفس الجملة، موجة 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 موجة، وتقريبا معناها تعادل 1-1، لأنه دي الحاجة الوحيدة اللي أنا قادر أفهمها من المعلق. تعادل الهلال مع الأهلي وود مدني بنتيجة موجة موجة. صراحة شكل الهلال ما عاجبني، وده من الفريق اللي أنا عايز أشوفه في الأبطال، مع علمنا المسبق إنه الهلال حاليا غير مكتمل لأن نصف التيم مش موجود. ولكن مع احترامي للفرق اللي احنا لعبنا ضدها حتى الآن في المباراتين، من المفترض نلعب معاهم بالفريق الثاني ونكتسحهم كمان. المدرب لسه صراحة بيحتاج لشغل كتير مع الفريق بعد عودة الدوليين، عشان نقدر نعرف الفلسفة الحقيقية للمدرب والتشكيلة الأساسية اللي حيعتمد عليها في دوري الأبطال. بكل تأكيد حتسمعوا شماتة كثيرة جدا في الوسائط، ما تلتفتوا ليها وخليكم ناس مفتحين، لأنه نحن ما زلنا في فترة الإعداد، ودي بطولة إعدادية ليس إلا. ما ممكن من أول مباراتين الفريق يتحول إلى برشلونة 2009. فشنو الناس ما تحبط وما نستبغى الأحداث، خلونا ندي المدرب واللعيبة وقتهم الكامل، ومع بداية دور الأبطال ممكن بعدها ننتقد ونصدر الأحكام. خليكم ناس مفتحين. أنا زاهر زكريا، وفي الختام أهلا سلام.